يجي حد يسأل هو ازاي ربنا قال اني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، وفي نفس الوقت بدعي ربنا وما بيستجيبش دعايا؟ هقول لك حاجة بسيطة. انت دلوقتي كأب وعندك ابنك ولله المثل الأعلى، وابنك قالك يا بابا أنا عايز، ابنك ده عنده 7 سنين وقالك يا بابا أنا عايز عربية، وانت معاك قدرة مادية تجيب له بدل العربية 10، قادر تنزل حالا تجيب له عربية، وشبطان في عربية وعمال كل شوية يتحايل عليك والنبي يا بابا هاتلي عربية، عشان خاطر يا بابا هاتلي عربية، بالله عليك يا بابا عايز عربية. هتعمل ايه؟ هتروح تجيب له العربية؟ أكيد طبعا مش هتسمع كلامه، هتقول هو مش هيفهمك، هو عنده 7 سنين مش هيفهم ان انت تفهمه وتقول له لما تكبر شويه وتقدر تسوق العربيه هجيبها لك. ولكن كل اللي هتقدر تعمله هتقول له ايه؟ هتجيب له حاجه تراضيه وتنسيه قصه العربيه، حاجه تسعده وتنسيه وتجيب له قصه العربيه، لانك انت حالتك الماديه قادر تسعده وتجيب له اللي هو عايزه. بس حاليا ما ينفعش تلبي الطلب اللي هو طالبه منك، لان الوقت الحالي هو غير مهيأ للطلب ده، ولله المثل الاعلى. انت فاهم قصدي؟ وصلت؟ يعني ربنا قادر يحقق طلبك اللي انت طالبه، بس لسه الوقت اللي انت طالب فيه الطلب ده انت مش مهيأ. لو ربنا بعت لك الطلب ده هيكون هلاك ليك، زي ما العربية هتكون هلاك للطفل اللي عنده 7 سنين. طبعا اللي هيعرف يسوقها لو باباه تغاضى عن كل ده وجابها له يسوقها، الولد هيروح هيحصل له كارثة لو باباه مش عنده عقل. ربنا بقى ولله المثل الأعلى، حكيم عليم وعالم. احنا ايه اللي نقدر، الدعوة اللي احنا طالبينها هل احنا قادرين ان احنا نستقبلها دلوقتي ولا مش قادرين؟ فبالتالي دعوتك ما راحتش هباء، يا اما ربنا هيكافئك مكافأة تانية كبيرة تنسيك الدعوة اللي انت طلبتها، لان دعوتنا ما بتروحش كده، دعوتنا ما بتروحش كده. يا اما الدعوة دي هتتشلك وهتتحقق في الوقت المناسب اللي انت تكون مهيأ ان انت تستقبل فيه دعوتك دي. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومة بطريقة مناسبة. وبس كده، السلام عليكم.